السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اول حاجة كده نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ولو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. شايفين البطاطس اللي بالجبنة بقى غرقانة جبنة وكده، حاجة عظمة فخر من الاخر. النهاردة هعملها معاكم بطريقة سهلة وبسيطة واحلى من بتاعة المطاعم بجد. اول حاجة كده معايا طاسة حطيت فيها زيت، معلقتين كبار من الزيت، عليها فلفل متقطع مكعبات شرايح دواير اي شكل انتوا بتحبوه. انا هنا حطيت مع الفلفل الرومي فلفل حامي، لو مش بتحبوا الفلفل الحامي تقدروا تستغنوا عن الخطوه دي تماما. وهنا حطيت معلقتين من الصويا صوص وقلبتهم كده مع الفلفل، وكمان هحط كاتشب زي ما انتم شايفين كده. حطيت كيس من الكاتشب، يعني حوالي معلقه ونص من الكاتشب. انا متاكده بجد ان انتوا لو جربتوا البطاطس بالطريقه دي هتدمنوها. هطلع بقى دول احطهم في طبق، وفي نفس الطاسه هنعمل البصل زي ما انتوا شايفين كده. حطيت في نفس الطاسه بصلايه كبيره متقطعه مكعبات وهبدا اشوحها. انا عايزه البصل يكون مكرمل، فانا عشان اكرمل البصل هحط عليه نص معلقه من الملح ونص معلقه من السكر زي ما انتوا شايفين كده. وهقلب البصل مع الملح والسكر لحد ما يتكرمل خالص. وكمان هحط عليه معلقتين كبار من الصويا صوص زي ما انتوا شايفين كده. وزي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي بقلب في البصل لحد ما يتكرمل، وهوريلكم النتيجة في الاخر. شايفين البصل بقى شكله عامل ازاي؟ هفضيه في طبق، وفي نفس الطاسة احنا مكملين كله في طاسة واحدة حقيقي. حطيت كده معلقة من السمنة او من الزبدة، هحط عليها معلقة من الدقيق. احنا هنا بقى نبدأ نعمل صوص الجبنة الخطير بجد. كل اللي بياكل من ايد البطاطس دي بيدمنها للأبد، اللي هو احنا عايزين ناكل البطاطس دي على طول. حاجة كده سهلة وبسيطة ومكوناتها في اي بيت بجد. شايفين انا بدأت كده اشوح معلقة الدقيق مع معلقة السمنة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنزل عليها كوباية لبن، حطيت كده مج من اللبن. هبدأ بقى اقلب بسرعة عشان ما يزغمتش او يكلكع معايا زي ما انتوا شايفين كده. حط بقى نص معلقة صغيرة من الكركم، هي اللي هتديها اللون بتاع صوص الجبنة. وزي ما انتوا شايفين كده بدأت اقلب المكونات كلها. شايفين لونه بقى خطير ازاي؟ هبدأ بقى اضيف عليه كوباية كده من الجبنة الموتزاريلا. الجبنة الموتزاريلا هي اللي هتدينا المطة في الصوص الجبنة، وكمان هتدينا طعم تحفة. كمان لو عندكم جبنة شيدر تقدروا تضيفوا، هتدي طعم خطير بجد. بس انا مستكفي بالجبنه الموتزاريلا عشان قلتلكوا ان انا بعملها بمكونات بسيطه وموجوده في اي بيت. هبدا كده اقلب الجبنه مع الصوص اللي احنا عملناه لحد ما تسيح خالص وتبقى كمان قوامها حلو. عايزه اقول لكم كمان انتوا تقدروا تعملوا صوص الجبنه ده في اي وقت وفي اي وصفه انتوا عايزينها بجد. هنا بعد ما حطيت كده الجبنه زي ما انتوا شايفين حطيت مكعب مرقه، بيفرق جدا في طعم الصوص وبينقله في حته تانية. قلبته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده لحد ما الجبنه تسيح خالص والقوام يبقى تحفه. هوريكم قوامه دلوقتي. شايفين قوام الصوص الجبنه عمل ازاي؟ تحفه بجد. هطفي عليه بقى وافضيه. وهنا معايا بطاطس مقطعاها صوابع عادي، صوابع عاديه خالص. هبدا بقى احط عليها مكون سري جدا وتحفه. احط عليها نشا اللي هي بتاعت الاكل عادي، عشان بس البطاطس تدينا قرمشه من بره كده وتبقى طريه من جوه. غلفتها كده بالنشا. هبدا احمرها في زيت سخن زي ما انتوا شايفين. انا ليه حطيت نشا على البطاطس زي ما قلت لكم؟ عشان البطاطسايه تبقى مقرمشه من بره وطريه من جوه، عشان لما اجي احط عليها صوص الجبنه المكونات كلها ما تعجنش مع بعض، لا البطاطسايه تبقى مقرمشه وتحفه. وهنا كده شكل البطاطس بعد ما طلع من الزيت. حط بقى على التوابل بابريكا، سنه كركم، توم باودر، بصل باودر، كاري، فلفل اسود وملح. هقلب بقى كده البطاطس كلها مع بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. التوابل دي خطيره جدا بجد وبتدي طعم تحفه للبطاطس. بعد ما حطيت البطاطس كده حطيتها في الطبق زي ما انتوا شايفين. هرش عليها بقى من البصل المكرمل اللي احنا كرملناه نص البطاطس ونص الفلفل، وكمان هحط صوص الجبنه كده زي ما انتوا شايفين. بجد طبق تحفه شكله لوحده يفتح النفس.
اكاد من فرط الجمال وأذوبة حقيقي. بعد ما حطيت كده طبق صوص الجبنه كله، بدات احط بقى بقيه البصل وبقيه الفلفل اللي احنا كنا عاملينهم في الطاسه. وكمان هحط الزيتون، الزيتون بيفرق جدا جدا بيد ويديله طعم تحفه. وكده وصفتنا تكون خلصت. اصلا الطبق بيتكلم عن نفسه. ارش بقى كاتشب، ارش اي صوصات انتوا بتحبوها. انا هنا بستكفي بالطبق ده كده على بعضه. يلا بقى ندوق. شايفين اصلا الشكل العظمه؟ اكاد من فرط الجمال وأذوبة. يا رب يكون الفيديو عجبكم.